بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بعد الصلاة والسلام على النبي محمد سيد الخلق وأفضلهم أجمعين. الدرس الخامس من دورة التشفير البرمجي بلغة الفيجوال بيزك دوت نت. درس اليوم هيكون بداية لدرسين آخرين قادمين لاستخدام الرامبي في طرق التشفير البرمجي بالفيجوال بيزك دوت نت. الفرق بين الرامبي ونقطة الإدخال أن الرامبي يعمل مع جميع برامج الاختراق، يعني سواء كان برنامج مصنوع بالدلفي أو السي بلس أو مصنوع بالاوتوت. انا هستخدم كمثال مثلا برنامج الاكستريم ريت. اما نقطة الادخال لا تعمل الا مع سيرفرات البرامج المصنوعة بالفيجوال بيزك دوت نت. نبدأ المشروع الجديد الخاص بي، ثم نخفي الفورم. نكون السيرفر الخاص بنا. درس النهارده هنستخدم الخوارزمية اللي استخدمناها في الدرس الثالث ببرنامج فايل تو بي اي بيز 64. نختار السيرفر، نولد مفتاح جديد، نحفظ القيم المشفرة الخاصة بالسيرفر، وبعدين نولد المثال الخاص بالخوارزمية ونروح للفورم الخاص بنا. دلوقتي انا نسخت المثال اللي موجود في البرنامج وهو المثال الخاص بالموديل. دلوقتي هنزل عند الكلاس تحت واضيف الموديل. انا هاخد الاكواد اللي موجودة في السب مين كنترول اكس كلها واحطها في الفورم لود. هاخد الخوارزمية الخاصة بفك التشفير واضعها في مكان فاضي. دلوقتي انا مش محتاج الموديل عشان انا بس كنت محتاجه في حاجه واحده، ان انا اخد الخوارزميه الخاصه بالتشفير واخد المثال البسيط اللي هو مديهولي. دي نقطه الادخال المستخدمه واللي استخدمناها قبل كده في 4 دروس، وتحدثنا عن نقطه الادخال بالتفصيل الشامل، وتحدثنا عن خوارزميات التشفير ومدى قوه خوارزميات التشفير ودرجه تقييمهم بالنسبه للموقعات التي تحلل خوارزميات التشفير. ناخد المفتاح الخاص بالتشفيره للسيرفر ونستبدله بكي باس، ونروح للريسورسز نضع القيم النصية الخاصة بالسيرفر. ده الشكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه. الجزء ده هو عبارة عن 50% من التشفير، وهو الاستخدام الخوارزمية المعينة وتحويل الاسترنجات الخاصة المشفرة الخاصة بالسيرفر إلى بايتات. الجزء الثاني وهو إما استخدام نقطة إدخال، أو ال50% الباقية إما استخدام نقطة إدخال أو استخدام ران بي. درس النهارده هنستخدم الران بي، وان شاء الله في درسين قادمين لطرق استخدام الران بي في التشفير البرمجي. دلوقتي انا نسخت الران بي، بضيف موديل للمشروع او البرنامج بتاعي. بضيف موديل وبعدين استبدل بالران بي اللي انا نسخته. اجي عندي كل هاخد السطر كله، او بلاش اخد السطر كله، واخد الاستدعاء الخاص بالران بي نسخ، واجي عند الفورم لود. انا هنا كنت بكتب هنا نقطة الادخال، دلوقتي هديله استدعاء للران بي، استدعاء للران بي عشان يحقن البايت بتاعي. يعني البايت ده لو غيرت الاسم للمود هاخد البايت او متغير البايت اللي انا كاتبه واروح استبدله بالجزء الخاص بالبايت في استدعاء الران بي. هو هنا بيروح للموديل الخاص بالران بي، وبعدين ده فانكشن موجوده في الران بي لحقن البايت في ابلكيشن دوت اكسبيوتبل بس، يعني في البرنامج اللي هو شغال او الدرس الخامس. باقي جزء كمان وهو ان احنا نروح عند ماي بروجكت وبعدين نروح عند كومبايل. دلوقتي عندي تارجت كابو. انا لو عملت بيلد للمشروع بتاعي مش هشتغل غير على الانظمه 86 او 32، اما الانظمه ال 64 بت لن يعمل عليهم السيرفر. لذلك انا بقوم بحته بسيطه واروح اغير التارجت كابو واغيرها ل 86. كده السيرفر بتاعي هيشتغل على جميع الانظمه سواء كانت 86 او 64. وبعدين اعمل بيلد للمشروع
واروح اجرب السيرفر الجديد او السيرفر المشفر عشان اتاكد ان كل شيء يعمل. اما بالنسبه لنتيجه الفحص طبعا، فدي نتيجه الفحص الخاصه بالتشفيره اللي موجوده معانا. ودلوقتي وصل التبليغ بطيء. لماذا؟ عشان السيرفر بيحقن نفسه، يعني هو بينسخ نفسه في مسار وبعدين بيحقن نفسه في المسار اللي شغال، فالعمليه بتبقى بطيئه غير سيرفرات الدوت نت. الدوت نت سريع لانه لا يوجد لها حقن، اما السيرفرات الاخرى بطيئه لانها تحقن نفسها. وده التشفير الخاصه مكشوفه من حمايه واحده وهي المايكروسوفت، حمايه المايكروسوفت. يمكن دعس هذه الحمايه او تغييرها بشيء واحد بسيط، ان انا اروح اعدل المعلومات الخاصه بالسيرفر بتاعي او السيرفر المشفر واغير المعلومات ديت لاي معلومات اخرى. وبكده يكون درس النهارده انتهى. ان شاء الله في الدروس القادمه هنشرح طريقه تانية لاستخدام الرامبي ونتكلم مع بعض بالتفصيل عن طرق استخدام الرامبي.